السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. أتمنى لو عجبكم الفيديو تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض المحشي والبط. هنا مبدئيا كده بوريكم حاجة المحشي. هنا الفلفل والكوسة والطماطم والخضرة والكرنب. هنا كده حاجة المحشي. هنبدأ مع بعض بقى في عمايله. الخضرة بقدونس وشبت وكزبرة. اللي حابة بقى تشيلي البقدونس تحطي شبت وكزبرة بس، اللي بتحب التلات أنواع خضار كل واحد وراحته. والأكل يعني هو أصلا الأكل أذواق. في ناس بتحب شيء ما بتحب الشيء، بالنسبة للتوابل في ناس بتحب شيء ما بتحب الشيء، ده أكل كل واحد على ذوقه. هنا نبدأ مع بعض بقى نعمل المحشي. هنا الخضرة نضفناها، شبت وبقدونس وكزبرة نضفناهم. هنركنهم بقى على جنب ونشوف الكرنب. هنا الكرنبايه بقول لكم بصوا تنقوا المدورة الحلوة. هو كده كده اصلا الكرنب دلوقتي كله السبعيني في السوق، مفيش بلدي، كل الكرنب سبعيني. هنا بقول لكم الكرنبة تكون مدورة وحلوة. بوريكم برضو كده الخضار صابح وطازة كده يبقى حلو. والفلفل بقى تنقي الفلفلات الطويلة الحراقة دي، تنقيها قلبها منفوخ كده عشان خاطر تبقى سهلة معاكي في الحشية. والكوسة بقى على اللي انت عايزاها، صغيرة كبيرة اللي انت عايزاه. والفلفل برضو الرومي يبقى منفوخ كده عشان في الحشو يبقى حلو وطويل وحلو. هنا الكرنبية بقى هنفرغ القلب بتاعها مع بعض عشان نسلقها مع بعض كده، وتشوفوا انا طريقتي في المحشي ازاي. بصوا هنقورها كده من بره بالراحه واحده واحده. انا كنت اصلا جايباها من السوق وقطع الراس بتاعتها وحطاها في كيس في التلاجة. ما بيجرالهاش اي حاجه طول ما انت محافظه عليها في كيس، بيجرالهاش حاجه. هنا بنفرغ قلب الكرنبايه، الراس بتاعتها كده بنشيلها وننضفها كويس كده. ديت احنا عملنا واحده وبنعمل التانية مع بعض. انا عامه بحب الكرنبايه الكبيره، بتبقى حلوه وبتنكت ورق كتير وما بتهدرش عروق كتير. هنا حطينا الميه غليت وحطينا ملح وكمون معاها. واحب اقول لكم ان انا بسلق في طبق واسع ستيلس خفيف وبيغلي الميه بسرعه، عشان جبت كرنبايه كبيره كده. الكرنب البلدي بيبقى كبير عن السبعيني ده، بتاخد راحتها في الميه وبتعرفي تتحكمي فيها. هنا بنحط الكرنب بقى. اقول لكم على طريقتين كده للكرنب. ممكن تمسكي الكرنبايه تديري فيها كده داير ما يدور في الطبق. بصي بالراحه بتتسلك بكل سهوله، ورقه ورقه كده ترفعيها بالراحه. حاسه ان سخنه امسكي ماسك ونزلي بيه. بس انا متعوده يعني برفع ورقه ورقه. بصوا بتتسلك بكل سهوله ازاي، عشان الميه السخنه بتساعد تتفكك عن بعضها. يعني بص انا بقول لكم هو ماسك وتطلعي، بس انا بعمل بايديا على طول. وانت بتنزلي الكرنبيه بتسلكي الورقه، تضغطي عليها بمعلقه سيليكون او خشب بتبقى حنينه عن المعالق المعدن التقيله دي. تغطسي الورق كله كده، ما تخافيش عليه مش هيجراله حاجه، هو اخضر وبيستحمل السوى، يعني بيتحمل السوى شويه عن الابيض. كده اتفككت الكرنبيه كلها. بغطس فيها في الميه بقى كده عشان تستوي كويس. بصوا بقول لكم الاخضر لسه ني، ما تخافيش عليه. غطسي كده كل كميه الكرنب اللي معاكي عشان يستوي وما تخافيش عليه. كده استوت اهي معاكم. بقول لكم بص هي مش مستويه، او لازم انت تطلعيها شويه محمله، عشان لما بيتحط على بعضه بياخد زهد السخونيه وبيطرى زياده. فانت تبقي نبيهه كده ليه وانت بتسلقيه عشان ما يتهريش منك. بصوا في مسك نفسه شويه وهو على بعضه كده هيكمل سواه. اللي وصل معايا يحط اللايك بقى للمحشي الحلو ده. بصوا هنا بقى الابيض استوى راخر، بنشيله راخر. بصوا انا بوريكم بنشيله بقى عشان يصفي المية السخنة اللي فيه.
وعلى طول كده انا بوريكم. بصوا طريه، ما تطلعهاش برضو ناشفه قوي. لو طلعتيها ناشفه قوي مش هتعرفي تحشيها، ولا هتعرفي ولا هتستوي. هتيجي تلاقيها في الاكل بقى تبقى مجلده. انما السوى المظبوط بيبقى حلو، تيجي تقطمي الصباع يبقى مستوي وحلو كده. انا بنشل الكميه الباقيه. انا واحده واحده كده مع البنات حبايبي اللي بيتعلموا، وبقول لكل الامهات على راسنا تعلم بناتها معاها، تعرفها. انا بنتي واقفه معايا في المطبخ بعرفها. هنا حطينا الكرنبايه التانية على وشها بقى كده، كفينا حطينا الراس بتاعتها تحت في الميه. انا بقولك ممكن تعمليها كده وممكن تعمليها كده، وهي هتفك برضو ورقه ورقه، وتطلعي الورقه ورقه وتحطيها برضو في الميه، تطلع بكل سهوله ولا بتتكسر ولا اي حاجه. والخضره دي ما تخافيش عليها لان بتتحمل السوا شويه عن البيضه. بصي تدك كويس تنزليه في الميه واحده واحده كده. وانا فردت اللي كانت على المصفى عشان هحط التاني عليه، هيبقى كده السخونيه هتهريه معايا. فتفرجيه على صينيه كده. بصي هو استوى تم سواه معاكي يعني. بصي لما بوريكي كده بقولك ان لما حطيتيه على بعض حتى لو ماسك نفسه يبقى خلاص هو كده كمل سوا. هنا فردته على صينية عشان يبرد عشان اعرف اقطعه. هسيبه يبقى الرص الباقي التاني بقى ديت بقية الكرنباية التانية بقى دي. لميت الكرنباية الأولانية على جنب، والجنب التاني حطيت بقية الكرنباية. هنا بقى عشان انا كله كان في يوم واحد ضربت الطماطم وولعت عليها، هنحط لها حبة زيت بس ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده عقبال ما نقطع الورق ونشوف ورانا ايه. هنا برضو نقعنا البط، دكر البط نقعته بليمون وملح وطحينة. طحينة افضل حاجة لنقع الطيور والسمك. قلت لكم في حلقة التونة ان انا بنقع طيوري وسمكي بالطحينة الجميلة. وهنا نقعنا برضو الخضرة عشان تنزل اي تراب فيها اي حاجة، تنقعيها شوية كده مش كتير. هنا بقى الكرنب كان برد، هنقطعه مع بعض بقى. بصوا كل واحدة على حسب الصباع اللي هي حباه، صغير كبير. انا بعمله كبير شوية، احنا بنحبه كبير شوية. دي حاجة رغبة ترجع ليكي بقى، صغير الصباع كبير زي ما انت عايزة. بصوا التقطيع واحدة واحدة. ما بيتقطع كده بيبقى سهل معاكي وانت بتصبعيه على طول بيبقى متقطع بقى، تاخدي وتلفي على طول بيبقى جاهز. هنا بوريكم بحط الاخضر لوحده، وهنا الابيض لوحده اهو. هنا لما يقابلنا عرقة رفيعة حلوة عادي تسيبيها، انما هنا عرقة تخينة بشيلها عشان ما تبقاش مخليه الصباع يعني كبير وبتبقى رخمة. هنا هنحط الابيض لوحده والاخضر هنحطه لوحده. هنا واحدة خضرا اهي بعيدة معاكو. الصوابع بقى ترجع لراحتك، صوابع صغيرة صوابع كبيرة انت ومزاجك. هنا بقطع معاكو اهو، وتظبطي الصباع بقى يعني طرف كده في اخر الكرنباية عشان حروفها تظبطيه تبقى ايدك وعينك ميزان كده. وهنا الصوابع كلها زي بعضها اهو. ونحط على مصفى الصفة، حاطة مصفى يصفي المية اللي فيه. هنا بقى بحط الاخضر لوحده والابيض لوحده عشان لما نيجي نحشيه نحط الاخضر ده من تحت. طول ما انت طالعه في الحله تطلعي اخضر، تفتحي تفتحي لحد الابيض يبقى على الوش، عشان كلنا عارفين ان الابيض ما بيستحملش في السوا، بيبقى الاخضر ده محمل شويه. هنا انا بقطع معاكم تاني اهو عشان البنات حبايبي اللي بيتعلموا لسه. بص اي حرف نشيله ما يعني ملوش لازمه. هنا بصوا هنا تخينه بشيلها اهي، بشيلها اتخلص منها خالص عشان هتيجي تحشي الصباع يبقى بالشكل مش حلو. اي ورقة بقى حرفها مقطوع كده اصل كرنب بقى تقطيع. بص كله قد بعضه، المقاس اللي انت عايزاه تقطعيه زي ما انت عايزة بالظبط. بص كده كده قطعت كمية الكرنب كله، وسبت الورقتين اللي بره الخضر خالص عشان افردهم على وش الحلة. وهنا بقى قطعت العروق عشان احطها في قاع الحلة من تحت. بتحمل محشي ولا قدر الله لو سهيتي عنه ولا حاجة ما يبقى الصباع بتاعك يبقى مفيهوش اي حاجة.
هنا انا قورت الكوسة كلها، بس بحب اوريكم بس انا بقورها ازاي. هنا المقوار ده جميل، كوسة بتنجان بيقور، بتثبتي بس الحرف بتاعه في اول الكوسية كده، وايدك بقى تخشي بالراحة كده، عشان الكوسة اصلا بتبقى حساسة شوية، يعني بتبقى ناشفة وبتبقاش طرية زي البتنجان، وتبقي حاسة ان انت بتدخلها ما تدخلهاش للاخر عشان ما تخرميش الكوسية. كده انا عملت الكوسة خلاص. هنضف قلبها بقى بالمقوار العادي خالص. بصوا واحدة واحدة اهو، هننضف قلبها، نطلع كل اللي فيها. هنا نطفت اهي، برضو بالراحة كده تمسكي المقوار على خفيف من الكوسية من بره، تسرحي فيها بس، تعملي لها شكل وتجرحيها كده، تتسرح كده وتجرحيها، تتكي يعني ما تتكيش قوي، على خفيف كده، يا دوبك تديها منظر من بره، وما تعملهاش قبل التقوير عشان ما تفضلش تزحلق الكوسية منك. هنا بقى الفلفل الطويل الحراق ده، انا بشيل راسه كده. بصوا بشيل راسه، بوريكم واحدة واحدة عشان تعرفي تعمليه ازاي. مش هتعرفي تعمليه بالمقوار ابدا، هيفضل يتكسر منك. تشيلي الراس الاول وبعد كده تقوريه بقى، تنضفي كل اللي في قلبه، البذور بقى، الفلفل اللي جواه، البذور كلها. بصي بنقورها اهي، نطلعها نضيف اهو. القرون دي الطويلة تنضفي قلبه، ما تخليش في حاجة. بالنسبة بقى للفلفل الرومي العادي، بصي صباعك الكبير ده كده، بصي تقرصي يعني، تتكي على القرن كده وتلفي، هو بيقور نفسه. بصوا بايدك كده، خلاص كده هي طلعت اهي. في قلبه برضو بذور فلفل برضو بالمقوار وتنضفيها. هنا خلاص تمينا تقوير الكوسة والفلفل. هنا بقى هنعمل الخشاف، كان الظهر الدم، صلينا الظهر ونعمل الخشاف بقى عشان يلحق يتبلي معانا. غسلنا البلح، كسرناه وغسلناه، وغسلنا المشمشية والتين والقراصية، غسلناهم وقطعناهم قطع صغيرة كده عشان هما بيكبروا لما بيتحطوا في المية أو اللبن بيزيدوا. هنا نعمله معاكم بلبن، وكل مرة نعمله بطريقة مختلفة. حطينا البلح وحطينا بقية الحاجة معاه، التين والقراصية والمشمشية، وهنزود عليه مية، وهنسيبه بقى لحد آخر النهار. هنحط له بقى السكر بتاعه وحاجته آخر النهار، وهنعمل معاه جوافة، عصير جوافة. هنا بقى الخضرة بعد ما غسلناها صفيناها، أنا بوريكم أحداث اليوم معايا واحدة واحدة. وغسلنا الخضار، الكوسة والفلفل الآخر، وهنا الكرنب بقى قطعناه كده. الورقة ديت أنا شايلاها عشان نحطها على وش حلة الكرنب، بيخليها جميلة وما يخليش الرز ينطر ولا حاجة. هنا جيت أشغل الكبة بقى، الكبة عطلانة، قلت أقطع بقى زي زمان البصل على إيدينا زي أمهاتنا زمان. بوريكم بقى السكينة المشرشرة دي حلوة في تقطيع البصل قوي. عدته بقى زمان وأيام زمان، أخرط في البصل وأعيط، عينيا تدمع لوحدها من البصل. هنا المحشي بيحب البصل الكتير والطماطم الكتير، هو عايز كل حاجة كتير عشان يبقى حلو. هنا الطماطم ولعت عليها بقى، عبال ما خلصت تقطيع وتقوير الكوسة كانت اتسبكت. هنا حطينا حبة زيت كويسة وقدحناهم، ونزلنا عليهم بقى بكمية البصل. نار تبقى عالية عشان البصل ما يجيبش ميته، تبقى عالية كده على طول. والبتقطيع البصل كبير بيبقى حلو، حتى لو عملتيه في الكبة خليه جرش عشان يبقى ما يبقاش ناعم، ما يبانش كده. بصوا الكمية مش كتير، بيتهيالي ان الكمية كتير، لا هو بيدبل، بس البصل الكتير بيخليه مسكر. هنا بقى نحط التوابل على البصل بعد ما دبل، مكعب مرقة، معلقة من 10 بهارات، بهارات بقى زي ما انت عايزة، فلفل، قرفة، كمون، كزبرة، وشطة حسب رغبتك بقى. حطي كمية البهارات اللي انت عايزاها، بس انا ما بزودش زيادة عن اللازم عشان طعم البهارات ما تغطيش على طعم المحشي. يعني كده الحاجة اللي انا حطاها مناسبة قوي. ونقلبها تقليبة تشم ريحة البهارات بقى. تنزلي الصلصة بقى، تحطي الصلصة اللي اتسبكت واتركنت ديت، تحطيها. هنا بننزل كمية الصلصة. بصوا صلصة حمرا وجميلة، وتخلي المحشي احمر، ده الصورة ظالمة المحشي والله. هنا هنقلب الصلصة كويس، وحطينا حبة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم، وحبة ملح،
وهنقلب بقى كده ونسيبهم بتاع 5 دقايق بس مع بعض كده عشان التوابل والصلصة والبصل يتجانسوا مع بعض. غسلنا الرز وصفيناه كويس ونزلنا بيه بقى على الصلصة ونقلب بقى، نقلب كل ما هنقلب يفلفل ولونه بقى يحمر ويبقى حلو. هنا انا بوريكم، بصوا كل ما تقلبي، بص هنقلب تاني كل ما هتقلبها يحمر. والله الصورة ظلماه. والبصل بصوا يعني متقطع قطع حلوة ظاهرة ازاي، بيبقى مسكر اوي بقى في المحشي. اللي حابب يحط توم براحته بقى، انا ما بحطش توم عشان المحشي يبقى تاكليه يبقى خفيف. هنا فردت الرز، فضيت الرز كله على صينية عشان خاطر الحلة اشطفها واحشي فيها. بس انا بحب اهدي الرز شوية عشان السخونية، عشان لما احط الخضرة ما تبقى صبحة. هنا بقى نحط دكر البط يستوي قبل ما نقعد نحشي، عشان عبال ما نتم حشية يكون دكر البط استوى. حطينا دكر البط على الناشف كده زي ما انتوا شايفين. حطينا بقى بالكبدة بالقناصة بكل حاجة. حطينا معاه طماطم هنا حطينا، وبصل وجزر وبصل نحط معاه الحاجة بتاعته. وهنا توابل يعني حبهان ورق لورو وفلفل اسمر ناعم. هنسيبه بقى هنسيبه شوية يجيب ميته ويبقى على الناشف كده، يعني قد ربع ساعة. هنا بقول لكم الرز استهدى، هنحط الخضرة عليه بقى عشان تفضل طازة وفريش. لو حطيت الرز لو حطيت الخضرة على الرز وهو سخن بتدبل الخضرة وبتغمقها. بصوا كده الرز، بصوا استهدى والخضرة صبحة وفريش تبقى حلوة. هنا حطينا في قاع الحلة العروق بتاعة الكرنب اللي قطعناها، وهنا العروش بتاعة الخضرة اللي قطعناها بتدي ريحة وطعم بتبقى حلوة. هنا بنحشي بقى، نحط اول حاجة الاخضر من تحت، نحط حبة الرز على الورقة كده وتبرمي بالراحة، تبرمي كويس عشان الصباع يمسك نفسه. واهم شيء ما تخليش رز على الصباع من بره، والجناب بتاعته تبقى يعني بصوا الجناب تحطيش رز على الجناب، هو في النص بس. اعملي مجال للرز يستوي وبيزيد، عشان لما تجيش تلاقي الرز يبقى ما يعني ينطر من صباع المحشي. الجناب بصوا فاضية ازاي، عشان تعملي مجال للرز يستوي ويزيد معاكي. هنرص الحلة بقى رص كده. هنا بقى بعد ربع ساعة من البط زودته بمية سخنة بقى على طول على البخار. شبر النضارة كده، حطينا بقى مية سخنة على طول. بعد ربع ساعة كده لما دكر البط جاب ميته وجاب نزل قدامه كده خالص في الحلة، نزلنا عليه بقى بالمية السخنة على طول. طريقة حلوة وجميلة ما بتخليش الحاجة تريم. هنا رجعنا للمحشي تاني نكمله بقى. انا بقول لك رصة، برص رصة عكس رصة كده ورصة كده عشان يبقى المحشي. ما هو حشينا حلة الكرنب. هنا بقى بقول لك الكوسة تحشيها، تحشي الكوسة. بوريكي تحشي الكوسة ازاي. تخلي عقلة صباع كده ناقصة من الكوسة برضو عشان خاطر الرز برضو يستوي بيزيد. ما تجيش تلاقي بقى الكوسة كلها مبعترة رز، ما تخليش نضفي الرز من على الكوساية وما تخليش. هنا عقلة، بقولك عقلة صباع كده تسيبيها وترصيها جنب بعض كده في الحلة. وهنا حلة المحشي الكرنب اللي حشيتها، وحطيت قرن فلفل فوق على الوش كده يدي ريحة، بس عشان ما يغطيش قوي على ريحة الكرنب، يعني تستطعمي بقى بالكرنب من الفلفل. وهنكمل برضه حشية بقى. انا كده قمت ابص على ذكر البط وبوريكم حلة المحشي اللي حشيتها. هنكمل بقى حشية مع بعض بقية الفلفل والكوسة. هنا بقى بص بوريكم، قمت ابص على البط رحت موريكم حلة المحشي اللي حشيتها. البط كده هو استوى. هننشله بقى مع بعض كده بالراحة، معلقة خشب مع معلقة سيليكون مع اي حاجة ترفعي تبقي بالراحة عليه عشان ما يتهريش مني. بص هننشله على مصفى كده. هنا على مصفى اهو. هننشل برضو الحاجة بتاعته، الكبدة والقناصة والحاجة بتاعته. انا بقولك ما تسيبوهوش بقى للهوا كده، لو سبتيه كده الهوا هينشفه ويخلي لحمه ناشف. هنغطيه بقى عشان عبال ما نحمره يبقى يبقى لحمه طري. هنا بوريكم بقى، رجعنا تاني للفلفل والمحشي.
هنا بقى برضو بقولك تحشي المحشي تسيبي برضو مجال الرز يزيد. كده خلصنا حلة المحشي. هوريكم بقى الفلفل الطويل دوت، الناس بتشتكي من تحت الفلفل من تحت ما بيوصلوش الرز. انت هتحطي حبة رز بسيطة خالص كده، تحطيش كتير، وبالراحة كده تشيلي وتهمدي في قرن الفلفل بالراحة كده على الصينية بتاعتك، هينزل الرز كله من تحت لفوق. صباع المحشي معاكي لقرن الفلفل هيبقى من تحت لفوق رز، انما لما بتحطي كتير بيكتب قرن الفلفل من فوق وما بينزلش، ما بيوصلش لتحت، حبة حبة صغيرة، وانتي كده هزي القرن الفلفل كده هينزل الفلفل معاكي الرز الخلطة لتحت. كده برضو سايباه برضو ناقص شوية عشان بيزيد الرز زي ما انتوا فاهمين. كده تمينا المحشي معانا. حلة المحشي تي بقى تلفي زي ما انت عايزة، تدوري الحلة صباع، رصة شمال رصة يمين زي ما انت عايزة، بس اهم شيء ترصيها تبقى حلوة معاكي. هنا الورقة دي بتبقى جميلة قوي لما تحطيها على وش المحشي بقى، ما بتفرطش معاكي الرز خالص، بتخلي الصباع بصباعه. وهنا بقى كده حبة، اخر حبة ورقة رحت عاملاهم في حلة صغيرة، وفات حبة رحت جايبة قرنين فلفل الوان حشيهم عشان اخلص من الرز. هنا بقى حطيت الشوربة تغلي على النار، وبقولك حطيت الحلة المحشي تسخن. هنا المحشي الكوسة والفلفل سخنوا، هسقيهم بقى بالشوربة. هنا الشوربة غليت اهي عشان الحلة تغلي معاك على طول. بص بلم من وش الشوربة عشان اخد الدسم بتاع البط، واسقي بقى الشوربة. بصي الكوسة بتجيب مية اصلا، يعني انت ايه يا دوبك ايه تلت صباع الكوسة، يعني تلت صباع الكوسة، هو مش باين واضح اوي في الصورة، بس هو التلت بس، ما تزوديش عن التلت لان هي بتجيب مية. هنا برضه هقولك على تسوية المحشي الكرنب برضه. هي الحلة سخنت وبسقيها بقى. اهم شيء في سوى المحشي القاع الحلة من تحت يبقى مساوي، عشان لما تيجي تغلي الحلة كلها تغلي مع بعضها. لو انت عندك بقى الحلل بتاعتك قعرها مش مظبوط، اظبطي الحلة على البوتاجاز ببقى قديمة، ببلاطة صغيرة سيراميك، اظبطي الحلة عشان كلها تغلي مع بعض. لما تكون الحلة معوجة على البوتاجاز، الجنب اللي مايل ما بيغليش مع الجنب المعدول، يعني الشوربة بتبقى متكومة كلها على جنب، ما بتغليش بسرعة زي الجنب التاني. هنا سقينا، بصوا يا دوبك الصباع يبان منه الشوربة. لازم تمسكي الحلة وتهزيها تهزيها كده، تخلي المحشي كله يخش له الشوربة، ما تزوديش عن كده، هو يطلع الصباع بصباعه. لو انت حابة المحشي مستوي زودي الشوربة بتاعتك، انما انا كده الصباع بصباعه يبقى حلو. هنا بقى معلقة صلصة، لما خدنا الصلصة لما عملنا الصلصة للمحشي خدنا منها معلقة صلصة، حطيت عليها ملح وفلفل وحبة زيت ومعلقة صغيرة بس عسل اسود، ولا طعمه بيبان وبيدي شكل روعة وتحمير، بتبقى جميلة وطعمه ما بيبانش خالص، بس هو بيدي لون حلو للبط. هنا بوريكم المحشي بيستوي اهو بيغلي. تابعي لو انت حتى معلقة على المحشي، بصوا انا شايفة ان هو بيبغبغ من كل ناحية ومن تحت الورقة. تابعي لو هو ما بيغليش من ناحية حرفي الحلة، خلي يعني تابعي معايا، خلي الحلة كلها تغلي من جميع الأجناب. هنا أنا بوريكم برفع الورقة، ما فيش بغبخة، البغبخة بسيط. خلاص أنا هشيل الورقة خلاص، ملهاش لازمة معايا، هي كده مهمتها انتهت خلاص، ما خليتش الرز ينطر من المحشي، وخلاص بقى هشيلها ملهاش لازمة. وطينا على المحشي خالص وسبناه. هنا معلقة زيت ذرة، هنعمل صلصة بقى كده عشان عندنا هنا بنحب الصلصة جنب المحشي، صلصة زي بتاعة الفتة كده بس من غير خل. هنحط هنا معلقة زيت ذرة عشان تبقى خفيفة وحلوة. وهنا مكعب صغير، انا بطبخ بدهن جملي، هتسيح مع بعض كده معلقة زيت ذرة مع مكعب صغير كده دهن جملي. اول ما يسيح نزلنا عليهم بفصين توم صغيرين. هنا لونه لون معانا، رحت حاطه رشه كزبره اهو، بوريكم رشه كزبره. وهنزل بقى بالصلصه عشان انا بعملها مره واحده كده عشان ما افضلش اطلع الخلاط واخرج الخلاط،
اطلع الخلاطة، اضرب كمية القوطة بتاعتي وبقيتها بقى، وامسح الخلاط واشيله على نظافة في الضرفة. اخد منها بقى احمر بط، فراخ، اعمل الصلصة اللي بنعملها جنب المحشي. هنا بقى حطيت حبة ملح وحبة فلفل اسمر وحبة سكر عشان تعدل حموضة الطماطم، حموضة القوطة. يلا، النبي عربي. هنا بزود شوربة عشان نظبط الصلصة، عشان ما تبقاش تقيلة، تبقى بحبحيها كده بس ما تبقاش خفيفة قوي، عشان لما يجي تغمسي بالمحشي يبقى تشيل معاكي. هنا معلقة زيت ذرة برضو مع نص معلقة سمنة، وهننزل بنص كيس مكرونة لسان العصفور، ورشة ملح كده عشان لما تحمري المكرونة كلها تاخد لون واحد. وايدك في المكرونة لما تبقى لونها ذهبي. هنا بقى بقلب المكرونة، وهنا بقى المحشي خلاص استوى. احط بقى التاتش بتاعي، معلقة سمنة بلدي على الوش كده، هتسيبيها دقيقة وهتطفي، قبل ما تسيح كده وهتطفي خلاص كده. هنا الكوسة بصوا الشوربة يدوب، ما فيش شوربة، خلاص اتشربت وهي خلاص شكلها استوى وخلاص. هنا معايا لسان العصفور لونه بقى ذهبي كده، خلي ايدك فيه عشان كله يبقى لون واحد ويبقى حلو. انا بسقيها شوربة، في ناس بتحط لها طماطم، دي رغبة كل واحد حر، بس انا بسقيها شوربة بس بتبقى خفيفة وحلوة. بصوا هنا انا بقول لكم، بصوا بحط الشوربة على البخار اللي بخر على النضارة. اجواء يوم رمضان جميلة مأساة. انا وريتكم اجواء كلها، اخلي بالي من المحشي واخلي بالي من البط، واقوم وابص. وهنا الحمد لله تمنا اليوم، عملنا المحشي والصلصة، وهنا الشوربة فيها الحوايج، الراس والرقبة والكبدة والقناصة. هنا بوريكم المحشي خلاص استوى، وهنا الصلصة اهي، وهنا الشوربة، وهنا محشي الكوسة بالفلفل، وهنا لسان العصفور هو يغلي غلوة ونقفل عليه، هيكمل سوا في زهد الحلة. هنا بقى دكر البط برضو بصينا عليه، بسم الله ما شاء الله. بصوا معلقة العسل بتخليه كله لون واحد. هنا بقى نعمل العصير، الجوافة بحطش لبن كتير عشان ما تبقاش تقيلة، اللي حابب يعملها بلبن بس هو حر، شيء يرجع لك برضو. حطيت حبة لبن وحبة مية، والسكر بقى حسب رغبتك، تحطي سكر كتير بتحبيها مسكرة دلع حسب رغبتك. هنا عملنا عصير الجوافة، هنا بنفضيه في الشفشق. هنا بقى الخشاف اللي خمرناه مع بعض بصفي المية من عليه، هي المية دي بقى هتبقى اصلا نزلت السكر اللي في البلح وفي اليميش بقى كله. هنا بحط سكر، انا حطيت معلقتين بس، انا قلت ايه كنت احط التالتة، قلت لا اما تبقى ايه دلع شوية هعرف ادويها احط معلقة، انما لما تبقى قصعة هتيجي تحطي مية تاني هتموعي طعم المية اللي نزلت من الخشاف من البلح والتين والقراصية، هتبقى طعمها مش واخدة من طعم الحاجة اللي نزلتها. انا بقى رجعت تاني لما جينا في الفطار لقيتها دلع، رحت حاطه هي معلقة برضو، معلقة واحدة بس اللي اتحطت، قلبتها عليها وبقت مسكرة وحلوة. هنا بقى البلح والعصير. هنا بقى بنفضي مع بعض، هزي الحلة هزة كده اهوت، وفضي المحشي وغرفي بقى حاجتك. وهنا غرفنا بقى الفطار، هنا لسان العصفور، وهنا الصلصة، وهنا الكوسة اهي صباع بصباعه. وهنا بقى انا محدش يعلق لي على المحشي بتاعي كبير، كل واحدة تعمل المحشي حسب راحتها. وهنا سلطانية المخلل اللي ما بتسيبش الطبلية المصرية ابدا. اتمنى يعجبكم الفيديو، هو طويل شوية معلش. اول يوم رمضان الراعي الرسمي للمحشي والبط عند المصريين. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة، ورمضان كريم على قلوبكم جميعا. وانا بقى كده كفاية، انا هنزل الحلويات في يوم والطبخ في يوم عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. اتمنى لو عجبكم الفيديو تدوسوا له لايك. اسيبكم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.